هل بقى البرفانات بتاعت بندولين فيها كحول ولا ما فيهاش كحول؟ في منتجات اللي هي البرفانات للاطفال، طبعا كلنا عارفين وكل الامهات عارفه وست الكل متاكده ان احنا ما ينفعش نستخدم اي حاجه فيها الكحول للاطفال، وهم منتجاتهم كلها للاطفال. طبعا الكل مش هقول لك ان الكحول للاطفال استخدامه كتير ممكن يعمل مشاكل في التنفس، طبعا غير تهيج البشره وخصوصا لو حساسه او اصلا تجيب للبشره حساسيه، لان بشره الاطفال رقيقه جدا وبتتاثر بسرعه، فالافضل الكل ان انت ما تستخدميش اي منتجات فيها كحول مع اطفالك. طيب هنتاكد بقى من الكلام ده ازاي؟ اول اختبار هنعمله على العينات اللي عندنا اسمه اختبار الايودوفورم. باختصار شديد كل اللي احنا هنعمله هنجيب عينه من البرفيومز اللي هم بيقولوا عليها دي، وهنضيف عليها محلول اليود، وبعديها هنضيف كام نقطة من محلول هيدروكسيد الصوديوم، وبنستخدم حمام مائي مش نار علشان نقدر نوصل لدرجة حرارة 50 ل 60 درجة مئوية. وهنا استخدمنا عينتين، هنجيب عينة من بندولين اللي هي بتقول إن ما فيهاش كحول، وهنجيب عينة برفان عادية من اللي الرجالة الكبيرة بتستخدمها ما دام في راسب أصفر يبقى فيه الكحول. والعينه اللي عندنا طلعت راسب اصفر، طبيعي العينه اللي فيها الكحول اللي هو البرفان اللي احنا بنستخدمه. اما عينه بندولين بصراحه ما طلعتش عندي الراسب الاصفر. طيب هنقف لحد هنا؟ لا، قررنا ان احنا نبعت العينات اللي عندنا لواحد من اكبر معامل التحاليل في الشرق الاوسط عشان يعملوا لنا تحليل كروماتوجرافي. باختصار شديد جدا العينات اللي معانا لو بعتناها على الجهاز ده هيقول لي اذا كان فيها بيتانول وكميته قد ايه، او فيها ايثانول وكميته قد ايه، او ميثانول وكميته قد ايه. دخلنا العينه بتاعتنا علشان نشوف ونتفاجئ ان ما ظهرش عندي ولا بيك بيقول ان موجود ايثانول او ميثانول او بيوتانول او اي نوع من انواع البسيطه من الكحول، وان فعلا الاساس بتاع المعطرات الجويه او البرفانات اللي احنا بنستخدمها للاطفال من شركه بندولين ما فيهوش الكحول.